الناس بتسأل على صحة الحاجة. رجع التعاوش ماشي. يعني انا طبعا الحمد لله ربنا يشفيها ودعوات الجميع، وبشكر كل الناس اللي سألت الجماهير، وان شاء الله يعني تعدي الازمه دي وهي في العنايه المركزه في المستشفى، ان شاء الله ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. بالنسبة لمعسكر الأردن وقت فيه لغاية دلوقتي؟ يعني الحمد لله كل المعسكر ماشي بنظام، والحمد لله في تركيز كويس، لان دي اهم مرحله عندنا للتصفيات لنهايات كاس اسيا للوصول استراليا 2015 ان شاء الله. عندنا ماتش سلطنة عمان في عمان، وعندنا سنغافورة بعدين ب3 ايام، فالموضوع هيبقى الساعة 3. سنغافورة هناك كمان في سنغافورة هيبقى الفرق بين الماتش سلطنة عمان وسنغافورة حوالي 3 ايام، ومن غير الماتش من غير يوم الماتش يبقى يعني ماتش يوم 31 وماتش تاني يوم 4 مع السفر، هيبقى يعني يوم كامل سفر. فان شاء الله ان الماتشين دول ماتشين حسم، زائد عندنا مباراه اخيره مع منتخب سوريا في المجموعه في شهر 3 اعتقد. فان شاء الله يكون الماتشين دول يكونوا مهمين، فبناء عليه المعسكر ان شاء الله يكون نستفاد منه اقصى استفاده، ويكون ان شاء الله انضمام اللاعبين المحترفين يكونوا موجودين معانا. لحد دلوقتي مش موجودين، لكن ان شاء الله نامل ان يكونوا اضافه كويسه ان شاء الله. بالنسبة لمصر نادي الزمالك وعشاق نادي الزمالك كانوا بيحبوا يسألوا عن خلال الفترة اللي فاتت في حد من مجلس الإدارة اتكلم مع حضرتك أو في البداية نوضح الرؤية للجماهير كلها؟ في بداية حياتي الكبيرة لجماهير الزمالك بعشقهم جدا وعلاقتي الكبيرة معاهم، وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله نادي الزمالك التوفيق في المرحلة اللي جاية. أتمنى للكرة المصرية كل نجاح. بالنسبة لنادي الزمالك فعلا كان، وأنا أثناء اليوم اللي أنا كنت موجود فيه عشان مع والدتي في المستشفى، كان حصل اتصالات من بعض أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وشرحت لهم الموقف إن إحنا عندنا ماتشين خلال أقل من 10 أيام أو 12 يوم، وطبعا وجودنا مع منتخب الأردن في مرحلة حاسمة لنهايات لتصفيات آسيا. وشرحت الأمور إن عندنا ماتش يوم 31 وماتش يوم 4. وبالنسبة لي نادي الزمالك يعني يشرفني ان انا اكون موجود، وعلاقتي مع جماهير الزمالك معروفه كويسه جدا. فبالتالي يعني نادي الزمالك لما كنت موجود ما كنت اتمنى الاستمراريه، ونادي الزمالك لما يطلبني في اي وقت انا موجود تحت امر جماهير الزمالك. فعشان كده ما شرحت لهم الظروف ان احنا خلال المعسكر اللي احنا موجودين فيه عندنا ماتشين مهمين اللي هو سلطنة عمان وسنغافورة. وطبعا المجلس يعني الناس اتكلموا وكان العلاقة كويسة ومحترمة، ولكن هم كان عندهم ظروف ان هم الاختيار بالنسبة لهم هو لصالح نادي الزمالك في الفترة اللي جاية، وشافوا ان انا مرتبط مع منتخب الاردن وفي المرحله الحاسمه، زائد ان علاقتي مع سمو الامير علي علاقه محترمه جدا، فبالتالي التزامي معاهم في المرحله الحاسمه دي كان لابد منه. ونادي الزمالك وضحت لهم الصوره وعيشتهم في الاختيار، والاختيار كان ليهم في مجلس الاداره، وان هم في بناء عليه طبعا ان شاء الله. يعني انا اعتقد ان هم الاختيار اللي موجود الجهاز الجديد احمد حسام، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. ودي يعني انا اتمنى ان شاء الله نجاحه لاسعاد جماهير الزمالك في المرحله اللي جايه، وان شاء الله يكون الناس كلها يبقى في مسانده في المرحله اللي جايه، ونادي الزمالك يفضل يوصل للافضل ان شاء الله والاحسن ان شاء الله. تقدر تقول ايه الكابتن احمد حسام ميدو بعد ما قال امبارح ان مثله في مصر كان المثل الاعلى المرحوم كابتن الجوهري وكابتن حسام حسن وكابتن حسن شحاته، تنصحه بايه الفتره الجايه؟ ودي اول اختبار ليه في المجال التدريب. هو طبعا اختبار صعب جدا، ولكن ان شاء الله كل حاجه لازم، اي صعوبات لازم تبتديها، ولازم اي واحد عايز يوصل ينجح
لازم يعدي صعوبات كبيره. واحمد حسام من الناس اللي انا بعزها جدا وبقدرها، وان شاء الله ربنا يوفقه في المجال الجديد اللي هو اختاره، واتمنى التوفيق ليه اكتر كمان، لان هو يعز عليا ان هو ماسك مكان انا بحبه وبحترمه، والجماهير الكبيره اللي انا المسانده ليا في طول الوقت هو جماهير نادي الزمالك. فان شاء الله ان احمد يوفق في المرحله اللي جايه، وان شاء الله يكون الجهاز كله يكون معاون ليه احسن معاونه ان شاء الله لتعديه الظروف اللي بتعديها نادي الزمالك ان شاء الله، واتمنى له التوفيق والنجاح في المهمه الكبيره والجديده اللي هو فيها. كلمه اخيره لجماهير نادي الزمالك بالامارات اللي هي بترحب بالكابتن حسام في اي وقت. يعني مش جديده طبعا، جماهير نادي الزمالك مش في الامارات بس، جماهير نادي الزمالك بصراحه وجماهير مصر كلها يعني مختلف ميولها. لو بنتكلم على جماهير الزمالك بصفه خاصه، ان الحمد لله يمكن كل ما نروح حتى في قطر كان جماهير الزمالك جت الموجوده هناك. انا بحس بفرحه وسعاده كبيره جدا بالمسانده اللي موجوده من المجموعه اللي موجوده هنا في جماهير نادي الزمالك، اللي هي كل تمرينه معانا. حتى المنتخب الاردني اللاعبين شعروا باحساس جميل جدا ان الوفاء اللي موجود من جماهير الزمالك موجوده معانا، رغم ان انا ماسك منتخب الاردن وبعيد عنهم، لكن انا بشكرهم على المسانده وبشكرهم على تواجدهم معانا، وفي نفس الوقت دولت يعني ده مش غريب على جماهير نادي الزمالك، سواء في الموجودين في الامارات او موجودين في اي مكان. وان شاء الله دي هي العلاقه اللي هي بتبقى الحب والاحترام اللي اتعمل من ساعه ما دخلنا نادي الزمالك كلاعبين او مدربين او كمدرب. اعتقد ان شاء الله هتسود وتدوم العلاقه دي والمحبه، وبشكرهم على مساندتهم للمره الثانيه. ان شاء الله يكون حسام حسن معاهم في نادي الزمالك في اي وقت ان شاء الله، في اي مرحله يكون نادي الزمالك محتاجني فيها ان شاء الله. شكرا جزيلا جدا يا كابتن حسام. حبيبي شكرا.